السلام عليكم. بصوا يا جماعه، انا دلوقتي هقول لكم على برنامج جميل جدا ومن غير فلوس وبالشغل من غير نت. انتوا بس بتنزلوه بالنت. تمام. البرنامج ده للناس اللي لسه ما امتحنوش في معلم فصل. ده هيفيدكم كتير. بصوا، انتوا هتدخلوا من متجر بلاي، هتكتبوا اسئله اختبار مسابقه التربيه والتعليم. بعد كده عشان انا مثبتاه هدوس فتح. تمام. البرنامج ده شبيه بالظبط البرنامج اللي انتوا هتروحوا هناك تشتغلوا فيه واللي هو في المسابقه. بيبقى فيه نفس العد ونفس كل حاجة. تمام. والبرنامج ده انا بوريكم البرنامج ده عشان يعني ايه تدربوا نفسكم على البرنامج وعلى الاسئله وعلى الوقت والزمن والحاجات دي كلها، عشان لما تروحوا هناك ما يبقاش فيه رهبه ولا خوف من الوقت وانتوا بتحلوا الاسئله. تمام كده. طيب دلوقتي البرنامج فتح، واول ما بيجي يفتح لازم أن يبقى فيه عد والحاجات دي زي بالظبط المسابقه. دلوقتي احنا دخلنا البرنامج. بصوا احنا هنا مثلا عندنا ندخل في الانجليزي. طبعا الأسئلة بتاعت الإنجليزي 40 سؤال. بصوا 40 سؤال وفوق الزمن. تمام. الزمن بيعد. احنا عندنا كذا سؤال كده، لما نيجي نرجع تاني خلاص مش هنعرف نحل، لأن أي سؤال بيعدي مش هنعرف نرجع له تاني ومش هنعرف نحله تاني. تمام كده. طيب أنا خلصت بقى الامتحان كله تمام. عايز أعرف الإجابات كانت صح ولا غلط. أدوس علامة الصح ليه إنهاء. كاتب لي كده بتستهبل، دي النتيجة بتاعتي لأن أنا محلتش ولا سؤال. عايزه بقى لو انا حليت بقى وعايزه اشوف الاجابات بتاعتي جنب نتيجه الاختبار. في عندي سرعات الاجابات، لو الاجابات عندي غلط بشوف ايه الاجابات الصح. تمام. طب انا عرفتها وخلاص كده كله تمام، عرفت كل الاجابات الصح والغلط. لو انا عايزه اعيد بقى الاختبار تاني واتاكد بقى بدوس من اعاده الاختبار. تمام. وادخل الاختبار تاني واعيده من اول وجديد وادخل واحله بالزمن بكل حاجه. تمام. ده انا بس حبيت ان انا اوريكم البرنامج فيه كل حاجه وسهل جدا، وانا قلت لكم بس علشان ايه تدربوا نفسكم. و... وسواء بقى كنتوا بقى بتذاكروا من على النت او من كتب او الحاجات ديت. انا حبيت بس ان اوريكم البرنامج عشان ايه تدربوا نفسكم وتدخلوا تشوفوا ايه نظام الاسئله والوقت والحاجات دي. تمام. هتلاقوا فيه كل حاجه اللي انتوا عايزينها. وانا الاسئله بتاعت اللي جت في الايام اللي فاتت ديت انا هجمعها لكم كلكم وانزلها لكم في اول تعليق. وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه.